100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. قنبلة موقوتة في انتظار بوم الانفجار أو إبطال مفعولها. الكل اتكلم عنها وقتلت بحثا. كله حاول يبطل مفعولها، كل البرامج على التلفزيون والراديو وكل الجرايد والمجتمع كله تقريبا مشكورين طبعا، ولازم المشكلة دي تتحل وفي أسرع وقت. كلهم قالوا إن في أكتر من 1200 منطقة عشوائية، وإن أكتر من 20 مليون عايشين في العشوائيات، وإن بعض الإحصائيات بتقول إن بيتولد مولود جديد كل 27 ثانية في العشوائيات. يعني من أول الحلقة لغاية دلوقتي اتولد إيه؟ 3 4 5. مصيبة. تلوث وفقر وجهل ومرض، مفيش مرافق ولا صرف صحي ولا كهرباء، مياه ملوثة ده إن وجدت أصلا، زبالة في كل مكان، مباني من غير دهان وساعات من غير شبابيك أو حتى سقف. مباني إيه؟ معظمها عشش من كرتون، ناس عايشة في وسط المقابر، وعمارات بتقع على ساكنيها، وطبعا شوارع وحواري ما بتقدرش تخشها عربيات الإسعاف ولا المطافي. سمعتوا الكلام ده عن العشوائيات كتير صح؟ وأكتر منه كمان، لأن فعلا الواقع هناك مخيف. أنا بقى عايز أتكلم عن الموضوع من منظور تاني ومختلف تماما، من منظور محيرني وهيطير برج من نافوخي، وأكيد في ناس كتير قوي محتارة زي كده، وهو إنه إزاي إحنا كمجتمع متناقض جدا وبيكذب على نفسه وبوشين وفي غيبوبة تامة، وبيضر نفسه وبيدمر نفسه بنفسه بالمنظر ده. مش هتكلم عن العشوائيات المعلنة اللي الكل اتكلم عنها، واللي زي ما قلت لازم تتحل المشكلة دي لأنها مصيبة، والناس دي غلابة وتستحق إنها تعيش عيشة كريمة. أنا عايز أتكلم عن المجتمع اللي بيمثل دور المتعاطف مع العشوائيات لما بيتفرج عليها أو بيقرأ عنها، وبيدعي الحزن عليها وعلى الناس اللي عايشة فيها، وساعات بنروح نتبرع لتطوير المناطق العشوائية، وبيتكلم عن المشكلة دايما وكأنها مأساة ولازم تتحل. لا يا راجل، بجد والله فعلا؟ معقولة؟ طب ازاي بعد كل ده اللي انا طبعا بشوفه تمثيل وتناقض ومش مشاعر حقيقية وفيستك، ازاي بنطبق معنى كلمة عشوائية وبننفذها بحذافيرها، وكأننا عايزين نكرر نفس المأساة اللي بندعي التعاطف معاها وننقلها عندنا؟ ايه التناقض والنفاق والغش والكذب واللاوعي اللي احنا بقينا فيه ده؟ معقولة؟ يا جماعة العشوائية ببساطة شديدة جدا هي عدم النظام، شيء اتعمل بطريقة غلط، غير منظمة وغير سليمة، بعيدا عن القانون والأسس السليمة وبدون تخطيط أو وعي. فاحنا بنطبق العشوائية في بيوتنا والشارع والمنطقة والحي والبلد كلها. احنا مش فاهمين معنى العشوائية ولا ايه؟ لما نوصل الأسلاك والكابلات بالمنظر اللي بنعمله، وعشان تلاقي سلك واحد يقف فوق والتاني تحت، هو ده، لأ، طب ده أيوة، اقفش فيه ما تسيبوش. ايه ده؟ بنركب التكييفات ونسيب الصرف بتاعها ينقط على الناس وكأن الدنيا بتمطر، كل واحد يركب الدش بتاعه بعشوائية في البلكونات والشبابيك، وأحيانا الشبابيك نفسها بتقع من شوية هوا، المواسير متركبة بعشوائية وفي أماكن غلط ومصدية، تلوث وزبالة في كل مكان، مفيش صيانة لأي شيء، مباني من غير دهان، وكل واحد بيبني مخالف وردود وإشغالات، وعايشين مع المقابر، عمارات بتقع على ساكنيها، وأحيانا إعلانات ومباني وكباري بتقع من شوية هوا أو مطرة، وساعات ناس بشر بنفسهم بيقعوا من الشباك أو البلكونة وهم بيعملوا صيانة للتكييف مثلا. على فكرة دي قصة حقيقية حصلت لي، بني آدم وقع من الدور الثامن على عربيتي. وطبعا عادي جدا شوارع كتير ما بيخشهاش سيارات الإسعاف أو المطافي بسبب التعديات والركنات، ده حتى أتوبيس المدرسة ساعات ما بيعرفش يعدي في شارع بيتكم، صح ولا لأ؟ معظم اللي موجود في العشوائيات موجود في شوارع وأحياء مصر كلها، مصر الجديدة، المهندسين، الدقي، كل الأماكن بنفس الشكل أو بدرجة أقل وبتزيد. إذن يا عزيزي
كلنا نعيش في عشوائيات وأسفاه. فعلا الواحد لا يملك غير ان هو يقول وأسفاه على الحالة اللي بقينا فيها. ايه ده؟ ازاي عندنا القدرة اننا نتعاطف مع مشكلة ونحزن على وجودها وندعو للتبرع ليها ونتبرع ليها فعلا، ونعمل في نفسنا نفس الشيء بالظبط؟ لو النهاردة مش بيتلم لنا فلوس، بكرة هنحتاج اللي يتبرع علينا. لازم نفوق ونلحق نفسنا ونلحق بلدنا قبل ما نندم ونقول للزمان ارجع يا زمان، وهيكون الوقت فات والزمان هيضحك لنا بسخرية وصوت ويقول لنا أو كان زمان. الحل الوحيد إننا نفوق ونتغير ونلحق نفسنا ونلحق بلدنا مصر. ولا مثلا الحل إن احنا نعمل رحلات للمناطق العشوائية. فرصة لن تتكرر، رحلة 6 أيام 5 ليالي شاملة حياة بدون مرافق ومياه ملوثة لمدة ربع ساعة يوميا، ومنظر خلاب يطل على السماء مباشرة لو بصيت لفوق، وده عشان مفيش سقف، وأكوام الزبالة لو بصيت لقدام، مع احتمالية العودة بالأمراض والأوبئة. التكاليف شاملة تنقلات بالتوك توك. تطبق الشروط والأحكام. معقولة يعني لازم نعمل كده عشان نحس على دمنا ونعرف إننا في نفس مصيبة الناس الغلابة اللي عايشة هناك وما نكررش المأساة؟ عارفين يا جماعة، أنا ساعات بوصل لمرحلة إني بقول الانهيار هو الحل. فصحابي يقولوا لي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما هو يا جماعة بالعقل كده، الناس عشان تتغير لازم تقرر وتقتنع إنها تتغير، وعشان تقتنع وتقرر إنها تتغير لازم الواقع والظروف اللي حوالينا واللي عايشينها تكون غير مقبولة بالنسبة لنا، فنقول يلا نتغير. صح ولا لأ؟ فواضح كده إن اللي احنا فيه غير كافي وغير مقنع لينا عشان نتغير. خلاص، الأسوأ ممكن يكون مقنع، والأسوأ هو الانهيار. هديلكم مثال بسيط جدا من الواقع اللي احنا عايشين فيه. لو واحد عنده ماسورة مية مصدية وواكلاها البارومة، ولكنها بتوصل له مية ببركة ايه؟ دعاء المواسير التانية اللي جنبها، واللي حالهم طبعا مش احسن من حالها بكتير يعني. هيغيرها ولا هيقولك يا عم خلاص ما هي موصلة لي مية؟ بالظبط، هيسيبها ويقولك اهي موصلة لي مية. النتيجة هتكون ايه؟ ان الماسورة بوم هتنفجر وهتغرق له الشقة او شقق الجيران. وهيعمل ايه؟ هيغير الماسورة لانها ما بقتش بتوصل له مية. طب ما كمل الاول، لازم تستنى الانهيار علشان تغير الماسورة؟ هو ده يا جماعة مثال لحياتنا وتصرفاتنا بالظبط. عشان نصلح اي حاجة او نعمل صيانة او نعمل الصح بنستنى الانهيار. تعالوا يا جماعة كلنا نتكلم على المصيبة دي، وبعتولنا أفكار وحلول ونتكلم مع بعض وننصح بعض، لأن كلنا لازم نفوق ونتغير، لأن مصر كلها بقت منطقة عشوائية للأسف وقنبلة موقوتة. ويا رب نفهم كده ونلحق نفسنا ونلحق بلدنا قبل الانهيار، والمجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do